ما احنا قلنا اللمسة يا جماعة، الناس قعدت تقلل من إمكانياته. ما قلنالكش إن هو لعيب بإمكانيات ليونيل ميسي، بس قلنا لك عنده اللمسة. من أول لمسة ليه بالكورة هتحس إنك قدام لعيب مختلف. خوان بيتزيرا مش مجرد لاعب أجنبي مع الزمالك، لكن بالنسبة لي قد تكون فكرة كروية كاملة. لعيب بيجمع ما بين المهارة البرازيلي والذكاء التكتيكي الأوروبي، وده اللي مخلي جماهير الزمالك حاسة إن لمساته فيها حاجة مش عادية. مش عايز أكون بأوفر، بس كل لمسة ليه فيها خطورة، كل تمريرة ليه فيها معنى. مش بيلعب لمجرد إنه بيمرر، لكن دايما بيدور على الحل انه ممكن يفتح مساحة او يصنع موقف هجومي خطر او يغير ايقاع اللعب في ثانية برؤية خوان بيتزيرا. بحب فيه جدا الرؤية بتاعته واللمسة الاولى السحرية، وطبعا الهدوء تحت ضغط لانه دايما محطوط تحت ضغط من المدافعين، ومش بلعيب واحد، بتوصل احيانا لثلاث واربع لعيبه. واكيد طبعا انه واحد من اكتر اللعيبه اللي بتتحرك ما بين الخطوط بشكل كويس. فبالنسبه لي من الناحيه الفنيه هو ده اللاعب اللي بيديك حلول، وهو الحل الاول للزمالك. ومن الناحيه الجماليه فالناس طبعا بتحبه علشان الناس بتحب اللمسه الحلوه، اللمسه اللي فيها فن. خوان بيتزيرا مش بس لاعب مهاري، بس هو عقل بيفكر بسرعه القدم.